السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو هكلمك فيه عن السوبر ماركت في انجلترا، وهبدأ معاك بالفيديو بالسوبر ماركت ده اللي هو يعتبر من أغلى السوبر ماركت في انجلترا، أعلاهم في الجودة في كل حاجة وفي الأسعار. ويتروس. ويتروس من حوالي 10 سنين فاتوا تقدر تقول كده إن هو كان من السوبر ماركت الناس الممثلين والمشاهير والأغنياء ورجال الأعمال وكل السليبرتيز والناس دول هم اللي بيعملوا شوبينج فيه. اسعاره مش طبيعيه وحاجته حلوه جدا، يعني انت نفسك مش هتتخيل ان انت جوه سوبر ماركت كده عادي بتجيب حاجات عاديه وخلاص. لا، تلاقي مثلا كيكايه صغيره كده ب 6 جنيه مثلا 7 جنيه مثلا، ده استرليني كتير. السوبر ماركت العاديه الكيكايه دي بتبقى ب 80 قرش او بجنيه، ولو بجنيه بيقولوا عليها غاليه. فانت هنا بتجيبها ب 6 7 8 ساعات 10 جنيه. ويتروس عشان هو من اغلى السوبر ماركت، هو داخل مع سوبر ماركت تانيين برضو غاليين، منهم مارك اند سبنسر. طبعا ده معروف، انا ما صورتهوش في الفيديو ده لان هنا في انجلترا بيتعاملوا مع مارك اند سبنسر على انه هو محل ملابس مش سوبر ماركت للاكل والحاجات دي، لكن عندهم اكل وعندهم حاجات ناس معينه بس كده هم اللي بيشتروا منهم اكل وكيكات وعصاير وبسكوتات وحاجات كده. فقررت اخش حته حاجه حلوه، اي حاجه حلوه بقى من اللي انا اقدر عليها يعني من جوه ويتروس. فتعالوا معايا ونشوف هنجيب ايه. بص بقى يا سيدي، دخلت جوه ويتروس، لقيت الكاروت كيك دي، كيكه بالجزر. دي حلوه، انا بحبها والعيال بيحبوها. هي دي اللي انا بقول لك عليها، ممكن تجيبها ب 6 جنيه وب 8 جنيه وحاجات كده. انا دخلت جوه لقيت عليها ديسكاونت ف ب 2 جنيه ونص. الحمد لله ما عورتش جيبي كتير. وكمان آه قلت اجيب واحده تانية برضو زيها بس بالشوكولاته، عشان البت زارا عندي بتحب الكيكه الشوكولاته دي. فدي كده تقريبا بتاعت زارا لوحدها وبرضو عليها ديسكاونت ب 2 جنيه ونص، فدول ب 5 جنيه. انا شخصيا مبسوط الحمد لله، ما جيبي ما تعورش كتير. وحلو. من السوبر ماركات الكويسه الموجوده هنا في انجلترا، الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. السوبر ماركت اللي انتم شايفينه تيسكو. تيسكو زمان كان اسعاره رخيصه. دلوقتي طبعا مش هنقدر نقول ان اسعاره رخيصه لان كل حاجه غليت، فتيسكو ما بقاش هو ارخص حاجه، ولكن الكواليتي والجوده بتاعه الاكل اللي عندهم حلوه جدا. تيسكو كمان بس ما بيشتغلوش في الاكل وبس، بيشتغلوا كمان في الملابس، الهدوم، كل الحاجات اللي بتحتاجها في البيت، من اول السراير ومفارش السراير وحاجات الاطفال واللعب والحاجات دي كلها. عندهم الصيدليه بتاعتهم هم، عندهم خطوط التليفونات بتاعتهم هم، وعندهم كمان بنك اسمه تيسكو بنك، اللي تقدر انك تفتح حساب بنك فيه مع تيسكو وتتعامل عن طريق البنك ده، والبنك ده بيعمل كل حاجه زيه زي اي البنوك العاديه خالص. وكمان عندهم الترافل ماني، لو انت مسافر بره ممكن يدوا لك فلوس للعمله للبلد اللي انت مسافرها. وكمان فوق كل ده، تيسكو يعتبر من اقدم السوبر ماركات اللي موجوده هنا في انجلترا، لانه بدا من سنه 1919 وحاليا عندهم اكتر من 4500 فرع زي اللي انتم شايفينه ورايا ده في انجلترا هنا. من السوبر ماركات بقى الكويسه والحلوه جدا، الكواليتي بتاعتها ظريفه مش وحشه، وعندهم حاجات يعني انت نفسك صعب انك تلاقيها في اي اماكن تانية. السوبر ماركت ده اصلا بدأ من المانيا في سنة 1973. اسعاره حلوة جدا، يعني هو من الاسعار الرخيصة دلوقتي اللي تقدر انك فعلا آه، تقدر تجيب كل حاجتك من هنا. بس ما عندهمش بقى حاجات البيوت وحاجات التويز بتاعت الاطفال والحاجات دي. هم بيحاولوا دلوقتي ان هم يدخلوا شوية منتجات كده اللي هي بتاعت الجاردن وبتاعت المطابخ والحاجات اللي بتستخدمها، ولكن هم اساسهم كله طبعا في الاكل وفي الحاجات ده. ليدل من دلوقتي في غلاء الاسعار والحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي وعدم
توافر المنتجات اصلا ما بقتش موجوده نفسها. ليدل من السوبر ماركات اللي هتلاقي عنده الحاجات موجوده وهتلاقي سعرها حلو. اما بقى من السوبر ماركات الحلوه جدا المفضله لقلبي بصراحه، واللي انا دايما بعمل الشوبينج بتاعي من يوم ما جيت انجلترا عندهم، يعني هم يعتبروا من الرخاص، وزمان قبل ما الاسعار تغلى والحاجات دي دلوقتي كان فعلا من السوبر ماركات الرخيصه، اللي هو أزدا. وأزدا حاجته حلوه ورخيصه وموجود بالحجم اللي انت شايفه ده، فانت دايما عايز تيجي أزدا، يعني دايما محتاج حاجه من أزدا. الجزء اللي ورا في أزدا ده دايما هتلاقيه شركه تانية هي برضه تبع أزدا اسمها جورج، ودول بتوع الهدوم، هدوم اطفال، هدوم رجالي، كل الملابس، كل حاجه تتخيلها بما فيها زي المدارس كمان، واي هدوم بتحتاجها للمدارس في العيال، فعشان كده ده حلو قوي واسعاره حلوه. والجزء الثاني ده كله السوبر ماركت، كل الاكل وكل حاجه انت عايزها برضو موجوده. وكمان عندهم عشان الحجم ده بالمنظر ده هتلاقي دايما الناحيه الثانيه عندهم البنزينه بتاعت أزدا، يعني فانت بتيجي بتشتري هدوم للعيال وبتشتري الاكل بتاعك وكمان بتمون عربيتك وممكن تغسلها وتعمل كل حاجه وتروح. فانت في المكان ده بس انت بتعمل كل حاجه تقريبا. لا وكمان أزدا عندهم برضو زي تيسكو كده، لما قلت لكم عليه عندهم تيسكو بنك، دول هنا عندهم أزدا البنك بتاعهم برضو زيه زي اي بنك عادي بتتعامل بيه اونلاين. وكمان عندهم ترافل ماني، برضو لو انت مسافر يدوا لك عملة البلد اللي انت عايز تروحها من قبل ما تروحها اصلا. وعندهم تليفونات، موبايلات، فتقدر برضو تشتري أزدا موبايل فون. ويعني بص انت لو انت جاي انجلترا جديد تعال على أزدا هتلاقي كل حاجة. من السوبر ماركات الحلوة جدا 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 بقى في انجلترا، ودي حلوة جدا جدا عشان خاطر بتريحك انت شخصيا في ان انت ممكن تعمل كل حاجة من على حساب الامازون بتاعك هنا في انجلترا. ودي السوبر ماركات اللي اسمها مورسون. ومورسون هو شغال مع امازون، يعني هما الاتنين بالظبط شغالين مع بعض. فانت لو بتطلب الشوبينج بتاعك من على امازون بيجيلك منتجات مورسون، ولو طلبت من مورسون بيجي لك من مورسون، واي حاجه يعني هو كله شركه واحده مع بعضهم، امازون ومورسون. الميزه في الموضوع ده هي حته امازون دي، ان امازون بيريحك في الشوبينج الاونلاين شويه، لان انت بتخش اونلاين على حساب الامازون بتاعك وبتعمل الشوبينج ليست بتاعتك، وممكن تكررها بعد كده على طول. يعني انت بس بتحط الاوردر بتاعك وامازون بيبعتوا لك كل اسبوع، مثلا عايز تزود حاجه قبل ما يبعتوا امازون بيقول لك عايز تزود حاجه، تنقص حاجه، في حاجه مش موجوده ممكن نغيرها لك بحاجه ثانيه. فتحس كده انك بتتعامل جوه امازون مش جوه سوبر ماركت. وحاجاتهم حلوه جدا، مش رخيصه قوي بس في العادي. دلوقتي عشان مورسون شغال مع امازون وامازون شغالين مع مورسون، طبعا الناس كلها عارفين فكره السوبر ماركت او المحلات بتاعه امازون اللي هي بتخش تمشي جواها كل حاجه بالكاميرات، مفيش ناس شغاله هناك، مفيش حد. انت بتفتح الاب بتاع الامازون بتاعك وتخش تاخد اللي انت عايزه من المحل وتمشي بس خلاص، وهو بتلاقي الحاجات اللي انت خدتها حرفيا حسابها اتاخد من على البنك بتاعك وكلها طالعه لك على حساب الامازون بتاعك. فامازون ومورسون دلوقتي بيفكروا يعملوا الموضوع ده في السوبر ماركت دي، هو ان فعلا مش هيبقى في حد شغال في السوبر ماركت، هو بس كده كام واحد بيحطوا الحاجات على الرفوف وبس. وتيجي تعمل الشوبينج بتاعك في مورسون مش محتاج اي حد يكون موجود هناك، انت بتخش تاخد حاجتك وبتعمل سكان على حساب الامازون بتاعك، وامازون بيخلص لك كل حاجه وبياخد الفلوس، وكل حاجه بتخلص عن طريق الامازون مش عن طريق مورسون. ف ربنا يستر، لان الكلام ده لو حصل في ناس كتير هتقعد في بيوتها بعد الموضوع ده. هي تكنولوجيا حلوه بس الناس هتقعد في البيوت. من السوبر ماركات الحلوه بقى هنا في انجلترا واللي انا شخصيا بحب منتجاتها، وهي كده سوبر ماركت تحس انها نظيفه ومحترمه وبنت ناس. انا ما يهمنيش السوبر ماركت طبعا هو اصله ايه ولا جاي منين،
السوبر ماركت اللي بتكلم عنه هو سنسبري اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب منتجاته، والاكل بتاعه اكل صحي جدا، ومنتجاته نظيفه، ومنها منتجات كتير جدا طبيعيه. اي نعم هو غالي، ولكن كل حاجه دلوقتي غاليه، فممكن تدفع بس حاجه زياده بسيطه عشان تجيب حاجه نظيفه فعلا من هنا. انا في حاجه حضرتها مع سنسبري في سنه 2000. كان سنسبري فاتح في مصر، كان سنسبري جاي فعلا يبدا ان هو يعمل سوبر ماركاته في مصر. وفي سنه 2000 طبعا لما السوبر ماركات فتحت، كان منهم سوبر ماركت كبير جدا 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 في شارع الهرم. الناس اللي ساكنين هناك ممكن يفتكروا الكلام ده. وكان فاتح في شارع فيصل، وكان فاتح في الجيزه، وكان فاتح في حتت كتير. ولكن طلع خبر كده فجأة ان سنسبري اصله اسرائيلي، واحنا المفروض ما نشتريش المنتجات الاسرائيليه. وما كانش فيه اياميها في سنه 2000 ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش لسه اتشهر واتعرف بالمنظر اللي احنا فيه دلوقتي، ولا كان فيه تيك توك ولا انستجرام ولا ولا كان فيه حاجه اصلا اسمها هاشتاج. ولكن بمجرد ما المصريين بس فهموا وسمعوا والخبر اتنشر كده، يعني انتشر ما بينهم ان اصله يهودي، قطعوا المنتجات. وبالتالي سنسبري لقى نفسه هيخسر، فهو فتح في مصر بالظبط تقريبا سنه او سنه ونص. في السنه سنه ونص ديت الناس اشتروا حاجات كتير جدا. يعني انا فعلا حرفيا انا فاكر اليوم ده، انا كنت في شارع الهرم راجع من شغلي، كنت شغال في 6 اكتوبر اياميها، و وكانت ازازه الزيت ال5 لتر بتتباع بجنيه ونص. ده في سنه 2000، 5 لتر. الكلام ده ما كانش موجود في اي سوبر ماركت تاني. ف دلوقتي احنا بالانترنت والتليفونات والفيسبوك والهاشتاجز والتيك توك والحوارات اللي موجوده دي كلها دلوقتي، يوم ما بنقول مثلا هنقاطع المنتجات الدنماركيه، ولا حد بيعمل اي حاجه. هي بس بتملى صفحات الفيسبوك والانترنت والتيك توك، وكل واحد بيطلع يقول كلمتين، لكن خلاص ما حدش بيعمل حاجه. لكن في سنه 2000 من غير كل السوشيال ميديا دي، الناس كانوا بياخدوا قرارات من نفسهم، والناس كانوا بيصمموا فعلا على اللي هم عايزينه، وخلاص بيقطعوه من غير انترنت، من غير سوشيال ميديا، من غير حاجه. خلص الكلام. بس فاشوفكم الفيديو الجاي على خير، ويا رب تكون استفدت شويه عن السوبر ماركت هنا في انجلترا في الفيديو ده النهارده. سلام.